في الفترة الأخيرة الدوري المصري قالب على الدوري الإنجليزي. الزمالك في الصدارة فرق 5 نقط عن الأهلي وبيراميدز و6 نقط عن سيراميكا صاحب المركز الرابع. يا جنونك يا ايجيبشن ليج. النهارده الزمالك هيواجه صاحب المركز الخامس الساعة 5 بتوقيت القاهرة. في حالة فوز الزمالك هيحافظ على الصدارة وهيكون عنده 52 نقطة. أما في حالة فوز إنبي فلو الأهلي فاز بجميع مبارياته هياخد الدوري، لأنه في حالة فوز إنبي الزمالك هيفضل 49 نقطة والأهلي بعد فوزه على إنبي هيوصل 47 نقطة. ولسه في مباراة بين الأهلي والزمالك، لو الأهلي كسب يكون 50 نقطة والزمالك 49 نقطة. والمباراة التانية النهاردة في الإيجيبشن ليج هي الأهلي وبيراميدز الساعة 8 بتوقيت القاهرة. بيراميدز متبقي ليه 4 مباريات في الدوري، هما الأهلي وإنبي وسيراميكا وسموحة. أما الأهلي فمتبقي ليه 4 مباريات وهما بيراميدز النهاردة والزمالك وإنبي. آخر ماتش هيكون ضد المصري. أما الزمالك فمتبقي ليه 4 مباريات قبل نهاية الدوري برضه، هما إنبي النهاردة والأهلي وسموحة، وآخر ماتش ضد سيراميكا. يخرب بيت جنون الإيجيبشن ليج. ولكن الأهم انتوا رأيكم ايه؟ وايه توقعاتكم لمين هيكون بطل الدوري السنة دي؟